طب لو حضرتك حابه عايزه تزغرطي او بتعرفي ادي واحده. ما شاء الله عليك، اهدي ترند الواحده. الزغروطه دي مبينه يعني في الاخر التسليمه كانت عامله ازاي. تخيل انا عرفتك منين طيب؟ منين؟ قول طيب. مش عارف. ماشي يا عم، من على كان في اعلان عندك على الفيس، والامانه يعني انا شفتها من اول يوم. حضرتك استلمت مني الفلوس كمان. يا رب تكون تشطيبة خير عليكم، شقة مليانة خير وسعادة. يعني تنويه بسيط بس، هم ما كانوش حابين يظهروا بوشهم فنحترم أيوة. طبعا الرغبة دي، وكفاية يعني علينا بصراحة الكلام الحلو اللي قالوه، وده لوحده كفاية جدا. إن البانوهات بس والسقف المصيص والكرانيش. ثانية واحدة ندخل. اهلا، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. احنا كنا بنصور الموقع وبنشرح فيه الاعمال بتاعتنا وشغلنا، فايه راي حضرتك واتعرفت علينا ازاي وشفتنا ايه وعملنا ايه والرحله بتاعه التشطيب كانت عامله ازاي، فيهمني جدا رايك. طب اتفضل المايك كده. مش كده سامعني؟ ماشي. عادي لو نزلت لتحت شويه. انا بامانه شايف ان انا مش محتاج ان انا اقول رايي، يعني الشغل بيتكلم عن نفسه، والباشمهندس الامانه بتاعته ما شاء الله عليه، والشغل ربنا يخليك. بامانه عالي الجوده، يعني مش محتاج ان انا ازود حاجه عن الكلام ده. هو حضرتك يعني شفتني فين وابتدينا ان احنا عملنا ايه يعني الرحله بتاعت التشطيب عموما كانت عامله ازاي معايا؟ تخيل انا شفتك تحديدا معايا. تخيل انا عرفتك منين طيب؟ ايه؟ تخيل انا عرفتك منين طيب؟ منين؟ قول طيب. مش عارف. ماشي يا عم، من على كان في اعلان عندك على الفيس. تمام. دخلت شفت الصفحه والشغل بتاعك ما شاء الله، يعني الشغل بيتكلم عن نفسه زي ما انا بقول. ربنا يخليك. والامانه يعني انا شفتها من اول يوم. حضرتك استلمت مني الفلوس كمان، يعني الدنيا وكمان الشغل تمام ما شاء الله عليه. يعني انا هقول ان انا بصراحه مبسوط من اول حاجه شياكتك، يعني ربنا يخليك. النظام بتاعك عجبني في حوار لما طلبت منك ان انت تعملي المقايسه، عملت المقايسه على كذا 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 كذا، ووضحت كل حاجه. المقايسه، هل الارقام اللي كانت محطوطه لما جينا ننفذ كنا حاسين بفرق او باختلاف، ولا كان اختلافات بسيطه خالص وما الا كانت كل حاجه زي ما موجوده في المقايسه هي اللي احنا نفذناها؟ 90% كان تمام وال10% كان اختلافات. اراء يعني ما بين هنعمل ايه بالظبط. لا الدنيا تمام. بعت لي تصميم وشفت التصميم بتاعك، قلت على التوزيع الفرش. بدل النظام انا قلت لك ان انا قبل كده جبت مقاول وبتاع، ما كانش في الشغل ده، فما كانش شدني ليك في الاول يعني. ده ان انا عرفتك ازاي وان انا اخترت الباشمهندس. طيب بالنسبه بقى رحله التشطيبات عموما بشكل عام، يعني من بدايه ان احنا كسرنا وفتحنا الحمام الضيوف على المطبخ وبعد كده عملنا طبعا مستلمينها كان طوب احمر، فمرحله بقى المحاره بالصنايعيه بالكلام ده، هل كان في مشكله مثلا او انا كلمتك؟ هل انا كنت بصدر مشاكل ولا كنت لا لو في مشكله بنحلها؟ لا الباشمهندس ما شاء الله عليه، يعني في حوار المشاكل ده كان بيظبط الدنيا يعني. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور. والله المهم ان احنا نكون قد الثقه، والحمد لله يمكن من اول ما ابتدينا ان احنا نشتغل لحد التسليم الحمد لله اللي احنا فيه، فيهمني جدا كان رأي حضرتك، والحمد لله ان احنا كنا قد الثقة من بداية التعاقد لحد ما الحمد لله بنسلم لحضرتك الموقع. طيب في اي حاجة حضرتك حابة تقولها لي؟ بالنسبة لي الشغل احسن جدا من انا كنت اصلا متوقعه يعني. فعلا؟ بجد؟ طب لو حضرتك حابة عايزة تزغرطي او بتعرفي ادي واحدة. ما شاء الله عليك، اهدي ترند الواحده. انا لو علمي كان يعني هي حلوه احلى حاجه الزغروطه دي مبينه يعني في الاخر التسليمه كانت عامله ازاي. لو كان في مشكله او حاجه ما كانتش طلعت الزغروطه دي. طيب ممكن واحده تاني طبعا عشان الجيران بقى تسمع. لا دي بقى واحده تاني. ما شاء الله عليك. يا رب تكون تشطيبة خير عليكم، شقة مليانة خير وسعادة، ونتمنى انها تكون رحلة لطيفة ومرينا بيها بالتشطيب الحلو. وبس كده، وشكرا لحضراتكم، وبس كده.
حضرتك حابب تقول حاجه؟ لا بجد اقول لك شكرا جدا ليك، وربنا شكراً يوفقك يا بجد، دكتور، انت راجل شكراً. محترم، وباذن الله انا بتمنى لك كل خير يعني. ربنا يخليك، بس. شكرا. ولو عوزتك شكراً. انا عارف ان انا هلاقيك. هو يعني تنويه بسيط، بس هم ما كانوش حابين يظهروا بوشهم، فنحترم أيوة. طبعا الرغبه دي، وكفايه يعني علينا بصراحه الكلام الحلو اللي قالوه، وده لوحده كفايه جدا، وشكرا. شكرا جدا يا باشمهندس، احنا شكرا. شكرا، مع السلامه.